عودة من جديد لصباح الرياض. مباراة الزمالك طبعا كانت الشغل الأكبر لجماهير الرياضة المصرية والعربية، كانت مع الوداد. الزمالك خسر 5-2، لكن الشيء الأهم إنه فاز في النهاية وإنه صعد في مجموع المباراتين اللي جاء لصالحه 6-5. ده المهم في كرة القدم. هنتكلم على مباراة الأمس، هنتكلم على نهائي دوري الأبطال الزمالك وصن داونز اللي هتقام في مباراة الذهاب يوم 14 أكتوبر في جنوب أفريقيا إن شاء الله، مع الكابتن عادل عبد الواحد نجم مصر ونادي الزمالك في فترة الثمانينات. صباح الخير كابتن عادل. صباح الخير كابتن طارق. ونورنا. الله صباح يخليك. ومبروك للزمالك. الله يبارك فيك، وبنهني الشعب المصري والزملكاويه ومجلس الاداره برئاسه اعصابك اتحرقت والجهاز الفني واللاعبين. بنهني نفسنا كلنا الحمد لله بالفوز ده. يعني اتفرجت على الشوط الثاني ازاي؟ صعب والله بدون مبالغه. انا بعد الجون الرابع لما دخل فينا كنت قاعد مع اللواء علاء مايلد في المكتب. انا ارتعشت، بقت عندي رجفه، حاجه غريبه يعني. بس كنت متاكد والله ان كان هنجيب جول فعلا، وكنت متاكد برضو انا واللواء علاء قعدنا اتكلمنا ان هيدخل فينا الخامس. على فكره انا قابلت اللواء علاء. علاء. ايه اللي مخليك متاكد؟ اللي حاله الانسياب اللي حصلت، واللي يعني يبقى الفرقه كده حصل فيه خلل في الجزء اللي هي الدفاعي، اللي هو الاطراف. يعني الاطراف بالذات ناحيه الشمال. ومفيش تغطيه كانت كمان. الكره العرضيه دي كانت، وبعدين ما كانش فيه ضغط، وبعدين كان فيه صربعه وكان فيه خوف. احنا كسبين 4 وخايفين من الماتش، ودي كان ده ربنا استطاع ان احنا كسبنا يعني. بس طبعا الظروف ساعدتنا ان احنا يعني ستانلي عمل حاجات غريبه يعني. الجون اللي عمله الاولاني والجون الثاني كمان حاجات حلوه حاجات غريبه ما انا ما شفتهاش في لعيبه كتير، ان هو يجي يقطع من قدام اللاعب. يعني لعيب تملي لما تلعب كره ثرو بيجي من وراه، وعمل كذا واحده كمان، كان مصدر خطوره في الشوط الثاني. لا لعيب كره غير عادي. واحنا والله كنا متنبئ ان هو قبل ما يجي من وادي دجله ان اللعيب ده من احسن لعيبه جت دخلت مصر. باسم مرسي كمان انا كنت بتكلم الروح والقتال كنت بتكلم مع منى في الاخبار في البدايه. الهدف اللي جابه باسم مرسي، وانت كنت فيرود طبعا وعارف، الكره لما اتلعبت له بالعرض كره عليت، عملت بند وعليت عن الارض، فجت ما بين مستوى بطنه وصدره. كابتن عادل لو هو ما دخلش الدخله دي حاول يلعبها بدماغه او برجله كانت تتعلم. بس الحمد لله ان هي عملت البند بعيد شويه. لو قريب شويه كانت كانت ممكن تعلى منه، او تجي له يعني تجي له في الطرف الاخير هنا كده، فممكن تعلى منه. فهي جت من بعيد، فهو اخذ الحمد لله، فكر انه اسلم شيء. وحاجه جميله جدا عملها ان هو فرد ايده الاثنين ودخل صدره لقدام، بحيث ان ممكن الحكم لو هو ايده جنبه كده يقول لك هاند. ففرد ايده زي ما بيقول الحكم انا بعيد عني وانا بصدره. فلا ربنا هو بس الناس وبعدين روح، وبعدين زعلان وخرج لان بيلعب بروح غير عاديه. لا الحمد لله يعني الجزء الهجومي بتاع نادي الزمالك امبارح كان جميل، لكن هو الشق الدفاعي كده نوعا ما. بس يعني نقول عدت. ما انت بتقابل كمان فريق يعني الشق الهجومي ولاعيب الوسط المهاجم عاليين جدا يا كابتن. طبعا فابريس قدامه، شيكاتارا، ويليام جيبور. لا فرقه تقيله بكل المقاييس، من اتقل الفرق اللي وصلت انت رايك عكس بقى الكابتن رضا عبد العال كان في مكالمه معانا النهارده وقال انه يعني مستغرب ان الوداد المغربي وصل لهذه المرحله من دوري ابطال افريقيا. طب هو امبارح كان عامل ازاي؟ يعني هو هنا كل في الماتش الاولاني ال 4-0 كل الهجومات بتاعتهم والهجوم اتفكك. يعني كان احمد توفيق اختلاف كل لما كان هنا في مصر عن هناك، وابراهيم صلاح نفس القصه، يعني بالذات الاثنين دول. وكان برضه في حاجه ثانيه، يعني اسلام جمال لما لعب اتطرف حصل مشكله. لما كان بيلعب ما نجحش، لما اتطرف ما نجحش بصراحه. الله ينور عليك. الله ينور عليك. كان في تفكير تاني قاله رضا عبد العال الحقيقه وبحترمه فيه، قال ان كان ممكن يلعب معروف يوسف من البدايه باك شمال، وكان يلعب رمزي خالد باك رايت، واحمد توفيق يدخل في الوسط المدافع، والزمالك يلعب ب3 في قلب الدفاع. في حته ايه رايك في الفكره دي؟ ما ينفعش النهارده معروف يوسف، احنا قلنا من السنه اللي فاتت معروف يوسف لازم تجربه باك ليفت. ما ينفعش النهارده مره واحده اجي اجربه باك ليفت. الكلام ده كان طب ما انت احمد توفيق لعبته باك رايت ورمزي خالد لعبته باك ليفت. في نقطه بس، معروف يوسف ما بيعرفش يقف تحت. هو بيمسك الكره بشماله وبيلعبها كويس قوي عكسيات ويلعب عليها، لكن ما بيعرفش يقف تحت. هو لو لعب تحت هيبقى الضغط علينا جامد جدا. فهي ظروف. الحمد لله الماتش والحمد لله السيناريو بتاعه ان ربنا ستر عدى على خير. لان نوصل ل5-1 وربنا يكرمنا نجيب جون تاني في توقيت زي دوت. وبعدين برضو انا في رايي الشخصي كراجل اشتغلت في مجال التدريب، انا النهارده مصطفى فتحي ما يلعبش من البدايه. واحنا قلنا الكلام ده 100 مره، مش مره ولا 2 ولا 3. انا كان وجود شيكابالا من اول مباراه كان مفيش مشكله يلعب شيكابالا من اول مباراه، انما
دي برضه رؤيه مؤمن سامي، هو اقدر واعرف مننا ان هو يعني عارف فرقته امتى لعب ده وامتى ما لعبش ده، بس ربنا سترها معانا امبارح. والوداد اللي يقول يعني لا، فرقه تقيله طبعا، فرقه تقيله جدا جدا جدا. هو كابتن مؤمن سليمان يعني من ايام قبل المباراه وهو بيقول انه في تغييرات هتحصل، مش نفس التشكيل اللي لعب مباراه الذهاب، وانا اقصد اريح بعض اللاعبين، وقال انه ايمن حفني مش هيلعب وهيلعب بدلا منه مصطفى فتحي. عنده انذار. كمان كان اسلام جمال من ضمن الاسماء اللي مش هتلعب قبل ايام من المباراه. تمام. وقال انه احمد دويدار هيلعب بدلا من اسلام جمال. ما كانش فيه داعي ان انا اصرح بالكلام ده. صح. كبقى نتكلم ككوره يعني، انا ما صرحش بالكلام ده، انا الكلام ده قلب عليه وانا متغطي. وفي نفس الوقت برضو يعني لازم كان، اصل تجربه اسلام جمال الباك ليفت دي هو يعني مش هو يعني هو لما كان في القلب كان يعني الكره العرضيه اللي اتعملت بالقلب كتير يا كابتن طارق، لو اسلام جمال في القلب موجود من الاول كان هتطلع. بدليل الماتش الاولاني، هم الماتش الاولاني عدد هجمات الوداد كتير جدا 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 جدا، وده اللي انا قلته، عشان كده قلت ماتش العوده صعب. ما كانش ينفع القدرات الهجوميه عاليه للفريق ده كمان. كان ممكن بقى حل تاني بس هيبقى دفاعي بحت، ان انت هتلعب رمزي خالد موجود وتلعب باثنين وواحد قدامه، يعني هتبقى تلعب بدودار وعلي واسلام جمال، يبقى ثلاثه في القلب تحت مش اثنين، وتلعب برمزي خالد زي ما هو، بس هتشيل واحد منين؟ هتشيل واحد منهم تحت الفرق، يعني الاثنين اللي تحت الفرق هتشيل منهم واحد. فده كان حل تاني بس هيبقى طريقه دفاعيه. طيب سؤال دلوقتي كل جمهور الزمالك بيساله، يقول لك احنا ليه بنزنق نفسنا؟ احنا ليه نلعب ب 14 او نوصل للدرجه دي احنا نلعب ب 14 لاعب في كل مباراتنا؟ ده احنا بنلعب سيمي فاينل ومع فريق زي الوداد، وماتش بره ده ممكن يحصل فيه بتخش على لاعب تاخد انذار، لا قدر الله تاخد طرد، لعيب يتعور، ولسه ماتشين الصن داونز. تمام. ايه اللي وصلنا لهذه الدرجه؟ ما كانش من الممكن من البدايه انه الزمالك يراعي ده في قائمته الافريقيه ويكون عنده 21 لاعب على الاقل؟ ليه يزنق نفسه ويخليهم 14 وثلاث حراس؟ هي برضه ظروف حصلت وممكن بس طبعا هم طبعا مجلس اداره عارف بيعمل ايه، بس هو في ظروف حصلت ان ايه ان دول يعني حازم امام كان الواقعه بتاعت المشاده اللي كان بينه وبين باسم في انيبا أيوة. وموضوع السكينه ومش القصه دي وكده، فدي ممكن تكون اتخذ قرار، وهو كمان ايه فضل ان هو يبتعد. حماده طلبه تم الاستعجال برضه في الاستغناء عنه. طبعا لان كان حماده طلبه جوكر بتلعبوه في اي مكان، بيلعب في الاربع مراكز ماشي، بتلعبوه باك ليفت ماشي، بتلعبوه هاف ديفندر قدام الاثنين المساكين، يبقى تحت وطارق بحيث ان مثلا بيبقى حائط صد تاني. انت عارف لو حماده طلبه امبارح موجود يفرق كتير جدا، لانه حماده طلبه بيلعب في الاطراف كويس جدا. تمام. وما كانش هيبقى فيه الخطوره دي كلها من الطرفين على الزمالك. تمام. هو الحمد لله هو الماتش عدى، انا بس القصه كلها انا دلوقتي ادرس بقى ماتش صن داونز، ادرسه زي ما بيقول الكتاب يا كابتن، لان الفرقه بتاعت صن داونز بتلعب في الضيق كويس جدا جدا على الضيق، وبالذات الحته الهجوميه عندهم بيعملوا ال1 2 كويس جدا. ايه المقصود برضه نوضح للمشاهد يعني بتلعب على الضيق كويس؟ يعني في المساحات الصغيره ممكن تهاجمك من القلب. من القلب يعني في المساحات الصغيره وفي القلب. الله ينور، في القلب. هي دي بقى ممكن تخترق من العمق. فهي دي اللي بيلعبوا عليها كويس جدا، عملوها امبارح كتير، وبينقلوا كرة على الارض كويس قوي صراحه يعني. وبينتشروا وبيفضوا نفسهم لبعض كويس قوي، يعني بيلعب بالكره وبيتحرك طوالي، بعكس بعض الفرق الثانيه بلعبه تلاقيه بس بيلعب كوره وبيقف مكانه، لا ده بيلعب وبياخد مكان بسرعه عشان يفضي مكان لزميله، في نفس الوقت وياخد ويفتح مكان لزميله ان هو زميله الثاني هو يلعب له كوره. ففرقه صن داونز فرقه مش سهله طبعا، وبعدين في عيب ان هي كسبتنا رايح جاي. طب ما هو ادينا مثال بالاهلي واورلاندو في 2013. ماشي. والاهلي اورلاندو كسب النادي الاهلي 3-0 في دور الثمانيه و0-0 هناك، وفي الفاينل الاهلي كسبه 2-0 هنا وتعادل مع واحد. دي مهمه الكابتن مؤمن سليمان، ان هو يطلع اللعيبه من الحاله ان هم لعبوا الفرقه دي الحاله النفسيه بتاعتهم، ان هم لعبوهم رايح جاي، فايه حصل اللي حصل يعني. طيب امبارح كان اللاعبين في حاله بعد المباراه انه يعني في حاله بتقول انه يعني حقكم علينا، يعني مش مبروك. هنستكمل بعد الفاصل كلامنا لانه في يعني كلام كبير متعلق بهذا الموضوع بعد الفاصل ان شاء الله.
للزمالك بعد الصعود الى نهائي دوري ابطال افريقيا لهذا الموسم. ان شاء الله كل التوفيق للزمالك في النهائي امام صن داونز. كنا بنتكلم قبل الفاصل عن اللاعبين بعد المباراه، كان شعورهم يعني حقكم علينا، لكن كان في كلام لمؤمن سليمان المدير الفني انه خلاص تجاوز هذه المرحله، احنا تاهلنا لنهائي دوري الابطال، في اخطاء لكن احنا تاهلنا للنهائي ولازم نفرح. حضرتك مع اي جانب، حقكم علينا ولا تاهلنا ولازم نفرح؟ الاثنين والله. انا مع الاثنين، يعني تاهلنا ولازم نفرح دي طبعا ده اكيد، وحقكم علينا دي طبعا لازم. هو هيعالج مليون في المية، هيعالج الاخطاء وهيلاعب فرقه افريقيه غير فرقه عربيه. شمال افريقيا يختلف اختلاف كلي عن الفرقه الافريقيه. احنا الحمد لله الحمد لله الحمد لله، مش عايز اسبق الاحداث، احنا حظنا مع الفرقه الافريقيه في النهائي عالي كويس الحمد لله ان شاء الله. الحمد لله ان شاء الله يعني، وده بمشيئه ربنا. انما هو اللعيبه فعلا حست بالموقف، وحست ان هي 5-1 لما كانت وصلت 5-1 كان كتير قوي على نادي الزمالك. هي حصلت قبل كده في خماسي 5-0 كان فاكر 5-1 في جاب جون وبعدين في غانا. وحصلت قبل النجم الساحلي. النجم الساحلي كان 4 بس الزمالك 5-1 ولا كان 4؟ بس الزمالك كان 5-1 برضه لما احنا كسبنا 3-0. كابتن عادل كنا عايزين جول، كنا عايزين جول، كنا 10 وطرد علي جبر في اول 5 دقايق فرصتين. تمام. الكوره ما فيهاش مستحيل. لا ما فيهاش، بس احنا بنقول ايه طبعا، هو اللعيبه بتقول حقوا علينا، دي حقيقه. وفي نفس الوقت مؤمن سليمان مليون في المية هيقعد يدرس فرقه صن داونز وهيحط الخطه المناسبه، برغم ان في 5 انذارات، وانتوا لسه بتتكلموا في موضوع 5 انذارات دي. تعمل ايه بقى انت يا كابتن لو مدير فني وفريقك عنده 5 انذارات ومعاك 14 لعيب و3 حراس؟ لازم اكتب بق اللعيبه باسلوب، وفي نفس الوقت يبقى ايه على الكوره، يبقى كل شغلي الفتره اللي جايه على الكوره، بحيث ان انا ايه يعني. باسم امبارح برضو كان بيلوش، عايز يروح مع الحكم يتكلم معاه بعد البنالتي باين على امازون او حاجه كده. طب يا باسم يعني احنا هركز يعني. فانا هي القصه ان هو هيبقى عايز معالجه نفسيه في الحته دي، لان 5 انذارات كتير، لان لا قدر الله الانذار الثاني اي لاعب. انت عندك كام لعيب؟ انت مش عندك 20 ولا 21 لعيب ولا بتاع، انت عندك يا دوبك بالظبط 14 و3 حراس، يعني 17 لعيب. وان شاء الله علي ثانيه واحده يا كابتن، الاثنين احتياطي هتلعبوا ايه؟ هتلعبوا مثلا باك يعني دلوقتي انت عندك عمر صلاح وعندك جنش، هتلعبه وتقدر تلعبه، يبقى لازم الفتره اللي جايه في ماتش النصر للتعدين اللي هو يوم 29 والمطوشه بتاعت الدوري اللي الزمالك هيلعبها غالبا هيبقى النصر للتعدين وفي فرقتين لا الدوري هيتوقف من يوم 1. ما احنا في النصر للتعدين يوم 29 النصر للتعدين يوم 9 في اسوان. يبقى لازم انا اجرب النصر للتعدين يوم الخميس 29 لازم اجرب في الماتش ده، اجرب من بعض اللعيبه اللي عندي اللي هنا هحتاجها في اماكن ثانيه. يعني مثلا ايه، مثلا رمزي خالد اجربه باك رايت، ايه المشكله؟ ما يلعب باك رايت الماتش الجاي. وعين الحمد لله نصر تعدين يعني مش عايز اقول كلمه، انا كنت مع رئيس مجلس الاداره امبارح الاستاذ ناجي حجالي، هي فعلا وهو مقتنع ان هي تبقى الحصاله بتاعت الفرقه كلها. طيب المستشار مرتضى انا بقولها على الهوا يعني مش مستشار مرتضى منصور امبارح طالب هكتور كوبر مدير فني المنتخب مصر انه يعني يا ريت في مباراه الكونغو القادمه بقدر الامكان ما يكونش في لاعبين نادي الزمالك عشان الاصابات وعشان مع هذا الطلب يعني فني تقدر تعملها. انت مدير فني المنتخب مصر بقى. هو طبعا يعني لا هو برضو ما تنساش ان احنا برضو عندنا لعيبه كتير غير اللي في لعيبه الزمالك، في لعيبه المنتخب لعيبه كتير كويسين يعني، مش لعيبه الزمالك هي اللي هتكسب المنتخب. اي نعم هي دلوقتي بقت اكتر من لعيبه الاهلي ككيان احنا زمان او من زمان قوي يعني الفتره بتاعت الستة لا سيبنا من الثمانينات. زمان كان لعيبه الاهلي 2006 و2008 و2010. انت كنت في الجيل ده انت والكابتن ابراهيم يوسف رحمه الله عليه وعادل مأمور كنا في الاربع سنين في المنتخب، كنا احنا الثلاثه بصفه الاستمرار في الاربعه الثلاثه في المنتخب، والباقي الاهلي لا والباقي الاهلي كان 9 لعيبه من الاهلي، وكان شوقي غريب، محمد عمر، حازم الله يرحمه، عماد سليمان، انا حافظهم حماده صدقي قبل ما يروح الاهلي، مين تاني؟ علي شحاته، محمد رضوان، علاء نبيل، وعاد لعب واحد ابراهيم يوسف، عادل مأمور، واللعيبه كلهم من الاهلي من اول اكرامي وثابت الله يرحمه، والخطيب، على مجدي عبد الغني، على طارق ابو زيد، على مختار في الاول، ماهر همام في الاول، ربيع ياسين طبعا بس كان في وقت يا كابتن عادل يعني المنتخب بيتم اختياره ايه لو خدنا 4 من الاهلي ناخد 4 من الزمالك،
دي كانت موجوده في السبعينات. انا بتكلم جد والله، لكن في الثمانينات كان منتخب مصر غالبيته النادي الاهلي حق ربنا. واتكررت 2006 2008 2010 لان كانوا هم السبع لعيبه الاساسيين او الست لعيبه كانوا من النادي الاهلي، وكانوا يستحقوا حق ربنا يعني. وكان هم يمكن مثلا كان معاهم مثلا حسني عبد ربه الحضري وجمعه وسيد معوض واحمد فتحي وعماد متعب عناصر يتبني عليها اي فريق لا عناصر يتبني عليها اي فريق. لا فطبعا ايه دلوقتي اختلفت بقى. نادي الزمالك دلوقتي فعلا النجم الفتره الاخيره السنتين الاخرين نجمه عالي عن الفرقه المصريه كلها حق ربنا. فطبعا النهارده المنتخب هيبقى فيه عدد كبير من لعيبه الزمالك، لكن ده ما يمنعش ان برده كوبر يحط في اعتباره ان احنا عندنا ماتش مهم جدا جدا جدا. يعتبر ايه الماتش ده مش ماتش لنادي الزمالك فقط، ده ماتش للكره المصريه. انك تلعب في بطوله العالم للانديه ويشارك فيها نادي الزمالك، اللهم صل على النبي، حاجه يعني حاجه الاهلاوي قبل الزمالكاوي لازم يفتخر بيها. زي ما احنا كنا فخورين لما كان الاهلي بيلعب في اليابان، فاحنا برضه المفروض برضه نفس القصه يبقى فخورين ان نادي الزمالك بيلعب في ايه. اي رياضي بجد ده طبيعي، ده شعوره، اي طبعا. حد بيحب ودي هتعلي كمان ايه، هتعلي برضه اللعيبه بتاعتك، لان ماتش كونغو مش بالقوه بتاعه المطوشه اللي بعد كده. طب انت تابعت مباراه سان داونز وزيسكو كابتن عادل؟ طبعا قبليها طبعا. ايه ملحوظاتك على فريق سان داونز؟ انت قلت لي انه بيلعب في الدقائق كويس قوي، بينقل بالعمق، بيعرف يخترق من العمق، بيتحركوا يعني كويس قوي، بيتحركوا كويس قوي، بيلاقوا بعض، بيخلقوا بعض مساحات كويسه جدا جدا. في رقم 11 بليه اللعيب ده ممتاز كويس قوي قوي اهداف الفريق. هي الفرقه عموما بتاعت سان داونز، بس برضه الناحيه الدفاعيه بتاعتها يعني ممكن نخترقها احنا كنادي يعني ان شاء الله هنخترقها كنادي الزمالك. الناحيه الدفاعيه بتاعتها مش بالقوه اللازمه، برغم ان زيسكو امبارح كانت وحشه جدا. زيسكو ما راحتش، ما فيش خالص اي حاجه يعني كان مهمه تحس ان هم ممكن يجيبوا جول، فكنا قاعدين يعني مستسلمين تماما، استسلام غير عادي يعني. لما يتاهل الزمالك وكان في المجموعه الثانيه وسان داونز كان في المجموعه الثانيه من 3 فرق، لانه طبعا وفاء الصيف كان طلع كان تم استبعاده بعد الجوله لما يتاهلوا الاثنين دول كابتن عادل، ده بيعني انه المجموعه دي كانت اقوى من المجموعه الاخرى، ولا كان في عنصر توفيق مع سان داونز؟ لان يعني سان داونز برضو احنا ما كناش متوقعين ان هي تبقى فرقه جامده كده، يعني الظروف ما خدمتناش، لان الفرقه فكت ايام الكابتن حلمي لما لعب بطريقه دفاعيه، الفرقه فكت منه الماتش اللي هناك فكت. محمد حلمي وكان لازم في الفتره دي المستشار يعمل عمليه تغيير يعني يحل مكانه حد، ده كان لازم، ما فيش فيها فصال، لان الفرقه تحس انها فكت، تلعب بطريقه دفاعيه بحته، فحصل ان هي فرقه مش فرقه الزمالك. مش عمل مجهود كبير الحقيقه. لا ما ننكرش من يعني حلمي من المدربين اللي هم القليلين اللي محترمين قوي، مؤدب محترم، بيعرف يشتغل في الملعب، بس كان ايه شويه كده في ما عندوش المرونه الكافيه. يعني اللعيب المصري بيحب المدير الفني بتاعه يبقى مبتسم. حلمي ما كانش مبتسم، ما كانش بيبتسم فين وفين لما يبتسم، بعكس مؤمن تلاقي الابتسامه على شفايفه بصفه الاستمرار، دي من الحاجات المهمه. لما كنت انا احب مثلا لما اشوف المدير الفني بتاعي بيبوظ لي كل شويه، طب ما لازم اتنكد، ما هي نكد في نكد، لا مش جايين نكد يعني، مش جايين لنكد احنا، لا، فالابتسامه دي في حد ذاتها حتى في الحياه يعني فده يختلف. مع ان الكابتن الوحش ما كانش بيضحك خالص الله يرحمه، فؤاد شعبان كان بيقول لنا النكت، كان مقتنع بيه جدا وكان بيشارك. فؤاد شعبان كان بيقوم بالدور دوت، لكن الكابتن الوحش الله يرحمه الكابتن شعبان كان راجل نظري بحت اللي كان بيشتغل معانا فؤاد شعبان هو اللي مبتسم، وكابتن فتحي بنصير. كابتن جوهري كان مبتسم كتير. لا كابتن بنصير كابتن جوهري ملوش حل يعني، ملوش زي، كان ليه تعليقات ملوش زي حق ربنا يعني، الله يرحمه يعني. طيب زملاتنا مخرجنا انور خليفه وزميلنا ابراهيم الكفراوي بيقولوا لنا الوقت خلص، كنا سعداء بيك جدا. الله يخليك يا دكتور، شكرا يا كابتن حليم ان شاء الله خليك، شكرا نورتنا، شكرا يا طارق، شكرا منى عبد الكريم، شكرا لكل الساده المشاهدين على حسن المتابعه، بتوفيق للزمالك، بتوفيق لمنتخب مصر ولكل الانديه المصريه ان شاء الله. شكرا لحضراتكم والى اللقاء.